ورحمة الله وبركاته. أنا يعني عامل الفيديو ده عشان الناس اللي متخوفة من هبوط سعر المجدول بمناسبة كثرة الزراعات في مصر. أنا الحقيقة زارع مجدول من سنتين، وزرعت السنة اللي فاتت وبزرع السنة دي وهزرع السنة اللي جاية. وأنا بفكر كده ليه؟ لأنه لما أجي أقارن إنه هزرع مثلا كل يعني هزرع المزرعة كلها صنف واحد ولا لازم أنوع؟ طب أنا ناوي أعمل المزرعة كلها نخيل، هل أعمل كذا نوع ولا أو كذا صنف يعني، ولا أخلي كله صنف واحد؟ لا، الحقيقة التنوع مطلوب. الحمد لله زارعين صعيدي كمية كويسة خالص، ومجدول بدأنا فيه السنة اللي فاتت والسنة دي برضو زرعنا كمية كويسة، وزارعين صنف الحياني كتجربة في الدخلة الوادي الجديد إن شاء الله على خير. وفي المخطط إن شاء الله إن السنة الجاية نبدأ نجرب صنفين، منهم عجوة المدينة والتاني السكري أو الصقر، بس ده يبقى تجارب حاجة كده، مثلا فدان 2 3 بالكتير من كل صنف على سبيل التجربة. طيب النهاردة هفترض إنه كلنا زرعنا مجدول، والمجدول بقينا مضطرين نبيعه كسوق محلي وسعره بقى اقل، مفيش بقى الكيلو ب 180 وب 200 وب 220 والارقام دي، لان هو النهارده سعر المزرعه للتاجر مباشره في حدود من 3.5 ل 4 دولار، اللي هو متوسط من 170 ل 200 جنيه تقريبا. بعض المزارع ممكن يوصل لغايه 200 220 230، بعض المزارع يبيع ب 160 170، لكن المتوسط العام بتاع 180 200 جنيه. طيب ما تخلينا نقارنه بصنف تاني فسايله نفس سعر فسائل المجدول تقريبا، وهو صنف البرحي، اللي بالمناسبة أنا ما بشجعش إنه يتزرع في وجه قبلي عامة، علشان التسويق والنقل بيكون صعب إلا لو حد عنده مكان للتسويق بشكل يومي. وانا بكرر تاني بشكل يومي، يعني مطلوب من حضرتك العربيه تتجمع النهارده، بكره الصبح تبقى بتتباع في سوق او في محل او في تجار بياخدوا منك بشكل يومي، والا حضرتك ما تزرعش اي اصناف فريش، سواء البرحي او غيره من الاصناف المحليه زي الزغلول وخلافه. ويمكن حتى كمان الاصناف التانية بتتحمل شويه عن البرحي. البرحي لو قعد يومين 3 بيتحول الى يعني رطب، وبالتالي سعره بيكون يقل. طيب النهارده سعر كيلو البرحي من المزرعه متوسط 30 جنيه، وانا هفترض مع حضرتك انه النخله هتجيب 200 كيلو، انا مش هقول لك 150 ولا 180، متوسط 200 كيلو كانتاج للنخله الواحده. 200 كيلو في 30 جنيه، يبقى النخله هبيع منها بلح ب 6000 جنيه. طيب انا لو جيت اقارن ده بالمجدول، وانا عايز ابيع من النخله الواحده ب 6000 جنيه، محتاج النخله دي متوسط انتاجها 50 60 كيلو، يبقى انا محتاج ابيع الكيلو ب 100 جنيه علشان اجيب من نخله المجدول نفس انتاج البرحي. وازود عليه انه حتى لو فضل تمن فسائل المجدول يساوي تمن فسائل البرحي، قلت زادت الفسيله بقت ب 10 جنيه، الفسيله بقت ب 5000 جنيه، في الاخر الاتنين فسائلهم تقريبا سعرها واحد، لو دي ب 3000 دي ب 3000، دي ب 4000 دي ب 4000 بالتقريب، عشان ما حدش يرجع يقول لي اصل دي ب 3300 ودي ب 3700، يعني انا بتكلم ارقام تقريبيه يعني. اسعارهم تقريبا ثابته، لكن المجدول كريم في انتاج الفسائل، بمعنى انه النخله المجدول ممكن توصل 15 و20 فسيله، الكلام ده ما بنشوفوش في البرحي، متوسط من 5 ل 8 فسائل من النخله الواحده. وبالتالي يبقى النهارده فدان المجدول انتاجه من التمر لو بقى الكيلو ب 100 جنيه هو نفس انتاج نخله البرحي، زائد انه عدد الفسائل من المجدول اكتر من البرحي، على افتراض ان سعر الفسيله ثابت. طيب تنصحنا نعمل ايه يا دكتور وسام؟ اللي في وجه بحري يا جماعه يزرع برحي، واللي في وجه قبلي يزرع مجدول. ليه؟ لانه المجدول لا يصلح في الوجه البحري، والبرحي تسويقه صعب جدا في الوجه القبلي. يعني ده كده ايه الخلاصه لوجه الله تعالى. محدش يخاف، ازرع وتوكل على الله، نوع في مزرعتك، حاول تزرع اكتر من صنف لو المساحه تسمح. ما تجيش حضرتك تقول لي والله ده انا عندي 3 فدان، عندي 5 فدان وعايز انوع بينهم، لا، حضرتك اقل من 10 فدان او 10 فدان فاقل، حضرتك ازرع صنف واحد فقط.
علشان يبقى بيعه كويس. حضرتك عندك 20 30 50 فدان، انوع، ممكن صنفين وممكن 3 اصناف من النخيل، او لو حتى منطقه حضرتك يصلح فيها انواع تانية وسوقها كويس افضل من النخيل، ممكن حتى يبقى في مساحه من الارض غير النخيل، او حتى جزء محاصيل للناس يعني اللي تقدر تتابع محاصيل. شكرا جزيلا.